عزيزي المتابع، في الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج حصل زلزال بقوة 5 ريختر. زلزال عنيف ضرب مانشستر سيتي وضرب جوارديولا وضرب جميع محبين وجماهير السيتي في كل مكان. السيتي في الجولة رقم 24 وعلى ملعب الإمارات هناك في لندن اتعرض لهزيمة مذلة من الأرسنال ب5 أهداف مقابل هدف. هزيمة كبيرة ما حصلتش من زمن كبير جدا على ايد الارسنال، واعتقد ان هي مش هتتكرر تاني بعد ما كلنا قلنا انه خلاص مانشستر سيتي فاق والكبوة اللي كانت عنده دي عدت وعمل تعاقدات في الشتاء والدنيا هتبقى حلوة معاه وبدأت النتائج تتحسن. ولكن من الواضح كده انه لسه المشاكل والضحك الدفاعي اللي عند مانشستر سيتي والمشاكل الكتير اللي باينة في الفرقة لسه باين ان هي مكملة معانا شوية كمان. ومن الواضح كده انه متاعب جوارديولا في الموسم ده لسه مكملة معاه لاخر الموسم. موسم طبعا مش بس هو الاسوأ لجوارديولا من ساعة ما جه السيتي، موسم هو الاسوأ في تاريخ جوارديولا التدريبي كله. وعلى الناحية التانية طبعا انتصار ساحق وماحق وزي الفل وكل حاجة حلوة للارسنال وجماهيره. ارسنال اللي كانت المباراة دي بالنسبة له عنق زجاجة، يا اما يستمر في المنافسة مع ليفربول يا اما السيتي ياخده وينزل بيه لتحت. كتيبة ارتيتا بتستمر في الاداءات القوية اللي بتعملها في الموسم ده سواء في الدوري او في دوري الابطال، وباين كده ان احنا لسه هنعاني مع الارسنال في الدوري شوية كمان. مباراة كنت اتمناها بما اني بشجع ليفربول، كنت اتمنى ان هي تخلص تعادل ما بين الفرقتين، حتى كمان ما كنتش عاوز ان السيتي يكسب وطبعا ما كنتش عايز ان الارسنال يكسب، ولكن الارسنال عمل مباراة كبيرة وقوية جدا. في الجولة 24 كمان ليفربول بيرجع من ملعب بورنموث الصعب بفوز مهم 2-0 بأقدام الكينج محمد صلاح علشان يستمر ليفربول في صدارته الجدول الترتيب. ونوتنجهام فورست على أرضه بيستقبل برايتون وبيعمل معاه واجب ضيافة ولكن تقيل حبتين وبيرزعوا 7-0 مع الرأفة، وبيستمر هو كمان في محاولة المنافسة على اللقب. جولة 24 كانت قوية وشفنا فيها ماتشات حلوة كتير. تعال اما نشوف مع بعض ايه اللي حصل في الجولة 24 ونشوف ايه اللي مستنينا في الجولة رقم 25 من الدوري الانجليزي المجنون. لكن قبل ما نتكلم عن اي حاجة في البداية كده ما تنساش انزل اعمل سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. مش ملاحظ معايا كده يا عزيزي ان القناة محتاجة زقة منك ولا ايه؟ انزل على طول اعمل سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس عشان تجيلك كل تنبيهات حلقاتنا، واعمل لايك وشير كتير للحلقة على قد ما تقدر. عايزين نوصل الحلقة دي لعدد لايكات محترم. يلا بقى كده جهز لنا فنجانين القهوة المحترمين وتعالى بينا يلا علشان نشوف الجولة رقم 24 كان فيها ايه. طيب صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نبتدي مباريات الجوله رقم 24 بمباراه نوتنجهام فورست وبرايتون. زي ما قلت لك نوتنجهام فورست استقبل برايتون على ارضه وعمل معاه واجب ضيافة ولكن دمه تقيل حبتين. نوتنجهام فورست بيستمر في الأداء القوي اللي بيعمله من بداية الموسم وبيستمر وبيثبت يوم بعد التاني إن هو الحصان الأسود للدوري الإنجليزي في الموسم ده. أداءات قوية جدا بتقدمها كتيبة نونو سانتو في الدوري لغاية دلوقتي. نوتنجهام فورست اللي عمل مباراة قوية وكبيرة جدا قدام برايتون وكان عنده نجاعة هجومية قوية وكبيرة جدا وقدر إن هو يسجل 7 أهداف. وقدر المهاجم بتاعهم المتميز جدا واللي بيقدم موسم متميز كريس وود ان هو يسجل هاتريك منهم علشان يوصل لهدفه رقم 17 في الدوري الانجليزي السيزون ده ويستمر في الصراع على لقب هداف الدوري. نوتنجهام فورست بعد فوزه في المباراة دي وصل للنقطة رقم 47 وبيستمر في محاولته للمنافسة على اللقب ولسه موجود في المركز الثالث ورا ليفربول والارسنال. اما برايتون اللي تعرض لهزيمة مذلة ساحقة فموجود لسه في المركز العاشر ومعاه 34 نقطة. نوتنجهام فورست في الجولة اللي جاية الجولة رقم 25 يوم السبت 15 فبراير ان شاء الله هيروح لملعب فولهام الصعب في مباراة قوية جدا للطرفين. اما برايتون بقى يوم الجمعة اللي جاي 14 فبراير فهيستقبل فريق ريزل بيقدم اداء قوي في الموسم ده وهو تشيلسي، في مباراة طبعا هتبقى صعبة على برايتون زي ما هتبقى صعبة على تشيلسي. المباراة التانية اللي كانت معانا في
الجولة رقم 24 مباراة كانت قوية جدا على أرض نيوكاسل. نيوكاسل استقبل فولهام. نيوكاسل اللي بيعمل أداءات قوية أحيانا وفي أحيانا تانية بيقدم أداءات سيئة جدا. على ملعبه انقاد للهزيمة قدام فولهام بنتيجة 2-1. نيوكاسل اللي شوية يدخل ضمن الخمس مراكز الأولانيين وشوية يلعب وحش فيخرج من الخمس مراكز الأولانيين، انقاد للهزيمة على أرضه وأمام جماهيره قدام فريق قوي جدا فولهام بيقدم موسم متميز. نيوكاسل بعد الهزيمة دي بقى في المركز السادس ومعاه 41 نقطة، وفولهام بعد فوزه المهم جدا وصل للمركز التاسع ومعاه 36 نقطة. فولهام وزي ما قلنا من شوية الجولة اللي جاية الجولة رقم 25 هيستقبل على ملعبه نوتنغهام فورست في مباراة أتوقع ليها ان هي تبقى مباراة قوية جدا ما بين فرقتين بيقدموا كرة قدم قوية وممتعة جدا في الموسم الحالي. اما بقى نيوكاسل فالجولة اللي جاية رقم 25 يوم السبت اللي جاي 15 فبراير، مش عارف اقول بقى هل هي مباراة سهلة مستنياه ولا مباراة صعبة، وده طبعا نظرا للحالة اللي هيبقى فيها الخصم في اليوم ده واللي هيقابل نيوكاسل الجولة اللي جاية هيروح لملعب الاتحاد علشان يقابل مانشستر سيتي. طبعا لو جينا اتكلمنا بجد مباراة هتبقى قوية جدا للطرفين. مانشستر سيتي اللي خارج من هزيمة تقيلة قدام الارسنال هيحب ان هو يعوض قدام نيوكاسل اللي اتعرض هو كمان لهزيمة على ارضه قدام فولهام، عشان كده اتوقع برضو ان هي تبقى مباراة قوية جدا. المباراة الثالثة اللي كانت معانا في الجولة رقم 24 هي مباراة ايفرتون واللي استقبل على ملعبه ليستر سيتي اللي بيصارع على مراكز الهبوط. مباراة ما بين فرقتين ما بيقدموش احسن حاجة الموسم ده واداءاتهم مش افضل حاجة، ولكن طبعا ايفرتون مستواه احسن شوية من ليستر سيتي وده اللي ظهر على ارض الملعب. ايفرتون كان هو الاخطر هو الاقوى وهو اللي قدر يسجل الأهداف وهو اللي قدر يخلص المباراة بنتيجة عريضة 4-0. ايفرتون بفوزه ده صعد للمركز رقم 16 ومعاه 26 نقطة، وليستر سيتي لسه موجود في مراكز الهبوط، موجود في المركز رقم 18 ومعاه 17 نقطة. ويبدو كده ان احنا هنودع ليستر سيتي الموسم ده. ليستر سيتي اللي عنده ماتش جاي على ارضه ولكن قدام المنافس اللي لسه رازع السيتي 5، قدام منافس قوي بينافس على اللقب وهو الارسنال، والارسنال جاي له وهو في قمة مستوياته وفي قمة عطائه. علشان كده ربنا يكون في عون ليستر سيتي ومدربهم رود فان نيستلروي وجمهورهم. موسم صعب لليستر سيتي. اما بقى ايفرتون فقبل ما يلعب الجولة رقم 25 اللي جاية يوم السبت يوم الاربع اللي جاي على طول على ملعبه هيستقبل ليفربول في المباراة المؤجلة ما بينهم من الدور الاولاني. ديربي الميرسي سايد هيبقى يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله على ملعب ايفرتون. ايفرتون هيقابل ليفربول في مباراة قوية جدا على ايفرتون، بيقابل متصدر الترتيب والفريق اللي ماشي بخطوات قوية جدا سواء في الدوري او في دوري الابطال. بعد ايفرتون ما يستقبل ليفربول على ملعبه هيخرج بقى يوم السبت اللي جاي في الجولة رقم 25 علشان يروح لملعب كريستال بالاس، الملعب الرخم والفرقة برضو الرخمة ادائها مش احسن حاجة ومش ماشية بمستوى واحد، ولكن هيبقى ماتش صعب على ايفرتون الماتشين اللي جايين بالنسبة له سواء على ملعبه قدام ليفربول او بره ملعبه في الجولة رقم 25 قدام كريستال بالاس. المباراة اللي كانت معانا برضو في الجولة رقم 24 كانت ما بين إبسويتش تاون وما بين ساوثهامبتون. إبسويتش تاون دوت ما تعرفش هو هيكسب امتى، ما كسبش غير مكسب وحيد بس في البطولة لغاية دلوقتي، بيلاعب على ارضه صاحب المركز الاخير ساوثهامبتون. يعني المفروض ان دي تبقى مباراة سهلة لإبسويتش تاون ويكسبوا، ولكن انقادوا للهزيمة على ملعبهم 2-1 من ساوثهامبتون متزيل الترتيب. إبسويتش تاون اللي طلع من الشامبيونشيب وشكله كده مش هيطول معانا وهينزل على طول وحشه المكان تحت. إبسويتش تاون لسه في المركز رقم 19 ومعاه 16 نقطة، وساوثهامبتون وعلى الرغم من فوزه لسه في المركز الأخير ومعاه 9 نقط. ساوثهامبتون الماتش اللي جاي هيستضيف على ملعبه بورنموث، الفرقة اللي بتقدم أداءات قوية جدا واللي لسه خارجة من هزيمة قدام ليفربول وهتحب إن هي تعوض. هيبقى ماتش قوي جدا على ساوثهامبتون. وإبسويتش تاون هيروح لملعب صعب ومنافس بيقدم أداءات قوية في دوري الأبطال وأداءات مش أحسن حاجة في الدوري وهو أستون فيلا، فهيبقى ماتشين صعبين سواء على ساوثهامبتون أو حتى كمان على إبسويتش تاون. المباراة اللي معانا بعد كده في الجولة رقم 24 بورنموث اللي استضاف متصدر الترتيب ليفربول، وزي ما قلت لك كده بأقدام الكينج محمد صلاح بيقدر ليفربول ان هو يكسب 2-0، هدفين لمحمد صلاح
مش بس أمنوا الصدارة لليفربول ويحافظوا على صدارة ليفربول، ولكن صلاح بيستمر في تحطيم الأرقام القياسية. محمد صلاح اللي حطم عادل في الهدف الاولاني اللي جابه، عادل رقم فرانك لامبارد في عدد الاهداف المسجله في الدوري الانجليزي، وبالهدف الثاني كسر رقم فرانك لامبارد وبقى هو سادس الهدافين التاريخيين للبريمير ليج. عزيزي اللي بيشوفني دلوقتي ركز في الكلام اللي انا بقوله، بقول لك سادس الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي. عزيزي المتابع، احنا كنا بنزقطط وبنزغرط وبنعلق كهارب لما محمد شوقي وهو بيلعب في ميدلسبرا بيقطع كوره او بيطلع كوره او بيعمل تاكلينج، وكنا طايرين من الفرحه والارض مش سيعانه لما عمرو زكي جاب الهدف العالمي اللي جابه في ليفربول بدبل كيك. عزيزي المتابع، انا بقول لك دلوقتي بقى عندنا لاعب مصري هو سادس الهدافين التاريخيين في البريمير ليج، اقوى دوري في العالم. انت متخيل انت بتسمع ايه وانا بقول لك ايه؟ محمد صلاح اللي عدى زي ما قلت لك رقم فرانك لامبارد وبقى معاه 178 هدف، واللي فوقه بس هم 5 لاعبين: ألان شيرر الهداف التاريخي للبريمير ليج واللي معاه 260 هدف، وبعديه هاري كين 213 هدف، واين روني 208 هدف، اندي كول 187 هدف، وسيرخيو اجويرو 184 هدف، وبعديهم يجي محمد صلاح 178 هدف. يعني محمد صلاح بيفصله 6 أهداف بس عن ان هو يعادل رقم سيرخيو اجويرو، و9 أهداف علشان يعادل رقم اندي كول. يعني ان شاء الله محمد صلاح لو جاب كمان 9 أهداف في السيزون ده، وده مش شيء صعب ان شاء الله على محمد صلاح، لسه متبقي عدد جولات محترمة، لو جاب 9 أهداف بس هيعادل اندي كول، ولو جاب 10 أهداف هيكسر رقم اندي كول وهيبقى هو رابع الهدافين التاريخيين للبريمير ليج. اسمع الكلام ده يا عزيزي واستوعب انا بقول لك ايه، وحس ان فعلا اللاعب ده لاعب عظيم ولاعب اسطوره من اساطير الكره المصريه واسطوره من اساطير الكره العالميه والدوري الانجليزي، وان شاء الله ما يخلصش الموسم ده غيره محمد صلاح محقق البالون دور. محمد صلاح اللي بهدفينه اللي سجلهم في بورنموث لسه بيتصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الانجليزي في الموسم ده ب21 هدف، وبيستمر كمان في صدارته للاسيست والاكثر الناس اللي عاملين اسيست في الدوري في الموسم الحالي برصيد 13 اسيست. اداء اسطوري وبدون ادنى شك محمد صلاح ارقامه بعيده جدا عن اقرب حد ليه، مش بس في الدوري الانجليزي، في كل الدوريات ال5 الكبرى وفي اي مكان تاني في العالم، وبدون اي شك وبدون اي ذره تعاطف. مش عشان هو مصري، محمد صلاح طبعا هو احسن لعيب في العالم حاليا بدون ادنى شك. ليفربول بعد فوزه اللي كسبه على بورنموث بيستمر في صدارته الجدول الترتيب ب 56 نقطه، وبورنموث بعد هزيمته موجود في المركز السابع ومعاه 40 نقطه. ليفربول واللي زي ما قلت لك الجوله اللي جايه قبل ما يلعبها هيلعب يوم الاربعاء في ديربي الميرسيسايد قدام ايفرتون، ماتش مهم جدا لليفربول لازم نكسبه علشان ناخد 3 نقط زياده كمان ونوسع فرق النقط مع الارسنال من 6 نقط ل9 نقط. هيفرقوا اكيد لما يبقى 9 نقط احسن بكتير لما يبقى 6 نقط. وبعد ديربي الميرسيسايد بقى يوم الحد اللي جاي ان شاء الله يوم 16 فبراير ليفربول على ملعب الانفيلد هيستضيف وولفرهامبتون في مباراه شايفها ان هي ان شاء الله تبقى في المتناول. يعني قدامنا ماتشين في المتناول سواء ايفرتون او وولفرهامبتون، نقدر ان شاء الله ان احنا ناخد منهم ال6 نقط ونقدر ان احنا نستمر في الصداره ونقرب اكتر واكتر من ان احنا نحصل على لقب البريمير ليج باذن الله. اما بقى بورنموث زي ما قلت لك من شويه فهو هيروح الجوله اللي جايه ملعب ساوثهامبتون، واعتقد ان هي تبقى رحله سهله جدا لبورنموث، واتوقع ان هم هيرجعوا ب3 نقط. المباراه اللي معانا بعد كده في الجوله رقم 24 كانت ما بين وولفرهامبتون واستون فيلا، وقدر وولفرهامبتون زي ما قلت لك استون فيلا بيقدم اداءات قويه في دوري الابطال، ولكن في الدوري الانجليزي مش زي دوري الابطال، بينقاد للهزيمه قدام وولفرهامبتون وبيخسر 2-0. وولفرهامبتون اللي هو اصلا موجود في مراكز متاخره وبينافس وبيحاول ان هو يهرب من مراكز الهبوط، بعد فوزه ده موجود في المركز ال17 ومعاه 19 نقطه، واستون فيلا بيتجمد رصيده عند 37 نقطه وموجود في المركز الثامن. المباراه اللي بعد كده بقى كانت ما بين النادي مضحك انجلترا في الفتره الحاليه وفي الموسم الحالي مانشستر يونايتد، وهو بيلعب على ارضه الاولد ترافورد بيستقبل كريستال بالاس، الفريق اللي اصلا هو كمان تعبان السيزون ده. ومانشستر يونايتد بقى اللي بيجي يقف قدامنا احنا ليفربول وبيطخن صدره كده اهو،
مانشستر سيتي للمرة 900 في الموسم ده بينقاد للهزيمة على ملعبه وبيتغلب من كريستال بالاس 2-0. طبعا ضحك مش محتاج ان انا اتكلم عنه. بيقدموا مانشستر يونايتد يغيروا مدربين، يجيبوا مدربين، يمشوا حد، يجيبوا حد، هو مانشستر يونايتد هيفضل زي ما هو، فرقة ما بتعرفش تلعب وما بتعرفش تلعب على ارضها الموسم ده، باينة جدا. فرقة محتاجة الكتير، محتاجة لسه صفقات كتير، محتاجة لسه شغل كتير وتدعيمات كتير علشان يرجع مانشستر يونايتد تاني ويرجع الفرقة القوية اللي بتنافس على الألقاب سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال. مانشستر يونايتد اللي لسه موجود في المركز ال 13 ومعاه 29 نقطة، وكريستال بالاس بعد فوزه ده صعد للمركز ال 12 ومعاه 30 نقطة. مانشستر يونايتد المباراة اللي جاية هتبقى مباراة صعبة جدا خارج قواعد قدام توتنهام في مباراة قوية جدا وكلاسيكو قوي جدا من كلاسيكيات الكرة الإنجليزية. مانشستر يونايتد مستنياه مباراة قوية جدا، اما كريستال بالاس فمستنياه مباراة اعتقد ان هي متوازنة مع ايفرتون على ملعب كريستال بالاس. ماتش هيبقى متوازن ما بين الكفتين. المباراة اللي معانا بعد كده في الجولة رقم 24 برنتفورد اللي استضاف توتنهام، وتوتنهام بيقدر ان هو يكسب خارج ملعبه 2-0 على برنتفورد. توتنهام اللي يلعب ماتش حلو وبعد كده ماتش وحش وبعد كده يرجع ماتش حلو تاني، يلعب على سطر ويسيب سطر، بيقدر ان هو يكسب برنتفورد خارج قواعده وخارج ارضه، وبيقدر ان هو يرجع ب3 نقط مهمين جدا. توتنهام ما يفرقش حاجة عن مانشستر يونايتد، هو كمان بيقدم ضحك، موجود لسه في المركز ال 14 ورا مانشستر يونايتد ومعاه 27 نقطة، وبرنتفورد موجود في المركز ال 11 ومعاه 31 نقطة. وزي ما قلت لك توتنهام الجولة اللي جاية رقم 25 هيستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه، اما بقى برنتفورد فالجولة اللي جاية هيخرج علشان يلاعب ويست هام خارج ارضه. نيجي بقى لاهم مباريات الجولة دي، الارسنال ومانشستر سيتي، المباراة اللي كانت اكتر من رائعة طبعا من ناحية الارسنال، ومباراة كانت سيئة جدا جدا من ناحية مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي لسه عنده اخطاء كارثية بيعملها خط دفاعه، حارسه، خط وسطه، كل الكتيبة بتاعته. جوارديولا مش شايف قدامه، لعبته مش شايفة قدامها، والتركيبة الغلط لسه موجودة. قلنا يمكن الصفقات الجديدة تفرق مع النادي، ولكن لسه لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة فرقت مع النادي. لسه أداء النادي من سيء لأسوأ ومن سيء لأسوأ، شوية حاجات كده. اداء سيء بتقدمه كتيبة مانشستر سيتي في المباراة بعد ما الارسنال اتقدم في الشوط الثاني، ومع بداية الشوط الثاني قدر ايرلينج هالاند ان هو يتعادل، وقلنا بس السيتي راجع، خبوا عيالكم. ولكن بعدها على طول بدقيقة ارسنال يجيب الثاني وبعدها الثالث والرابع والخامس، ومانشستر ما عادش شايف قدامه. هزيمة ساحقة ومذلة بيوجهها ارتيتا لمعلمه جوارديولا، هزيمة كبيرة جدا. وزي ما قلت لك في مقدمة الحلقة كده، ما اعتقدش ان الهزيمة دي هتتكرر تاني. طبعا الارسنال في السنين اللي فاتت وفي الفترة الاخيرة اللي فاتت كان بيعاني مع مانشستر سيتي، دايما بيتغلب بنتائج كبيرة. علشان كده المرة دي ارسنال حب ان هو يحط حد بقى للهزايم التقيلة دي، ورد الصاع لمانشستر سيتي وغلبه بنتيجة كبيرة. الارسنال بعد فوزه ده بيستمر في الضغط على ليفربول، موجود لسه في المركز الثاني ب50 نقطة وبفارق 6 نقط عن ليفربول مع ماتش متأجل لليفربول. ومانشستر سيتي بعد الهزيمة الساحقة دي لسه موجود في المركز الخامس ومعاه 41 نقطة. ارسنال اللي زي ما قلت لك من شوية الجولة الجاية رقم 25 عنده ماتش سهل قوي قدام ليستر سيتي هناك في ملعبهم، يعني مش بس هيرجعوا بالثلاث نقط دول، هيرجعوا بالثلاث نقط وب10 اهداف هيسجلوها وهتبقى حفلة. اما بقى مانشستر سيتي فزي ما قلت لك برضو من شوية على ملعبهم هيستضيفوا نيوكاسل في مباراة ما تقدرش تقول هي هتبقى سهلة بالنسبة لهم ولا صعبة، هتبقى سهلة على نيوكاسل ولا صعبة. زي ما قلت لك كده، ده هيبقى تبعا للحالة اللي هيبقى فيها فرقة مانشستر سيتي وجوارديولا. لو هم كويسين هيبقى ماتش صعب على نيوكاسل، لو هم سيئين هيبقى ماتش في المتناول لنيوكاسل، فهنشوف ايه اللي هيحصل في المباراة. اما اخر مباراة كانت معانا في الجولة رقم 24 كانت ما بين تشيلسي على ارض ستانفورد بريدج وهو بيستقبل ويست هام، وبتستمر كتيبة ماريسكا في تقديم الاداء القوي وبيكسب تشيلسي 2-1. تشيلسي اللي لسه موجود في المركز الرابع ومعاه 43
45 نقطة، وويست هام اللي موجود في المركز ال 15 ومعاه 27 نقطة. تشيلسي الجولة اللي جاية الجولة رقم 25 هيخرج زي ما قلت لك خارج أرضه عشان يلاعب برايتون في مباراة تبقى قوية بالنسبة للطرفين. وويست هام يوم السبت اللي جاي في الجولة رقم 25 هيستقبل برينتفورد على ملعبه في مباراة توقع فيها أي حاجة. أعتقد إن كفة برينتفورد هتبقى هي الأرجح. خلصت الجولة رقم 24 ولسه ترتيب الهدافين زي ما هم. على القمة بيجي الكينج محمد صلاح ب 21 هدف، وبعديه بيجي ايرلينج هالاند في المركز الثاني، وبعد ما سجل هدف قدام أرسنال بقى معاه 19 هدف. وبعد هالاند عندنا ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل وكريس وود نجم نوتنجهام فورست، كل واحد فيهم معاه 17 هدف. وبعديهم عندنا براين مبيمو لاعب برينتفورد وكول بالمر لاعب تشيلسي، وكل واحد فيهم مسجل 14 هدف. اما بقى في قائمة صناع الاهداف وفي قائمة الاسيستر برضو الكينج محمد صلاح بيتصدر القائمة ب 13 اسيست، وبعديه عندنا انتوني روبنسون نجم فولهام وبوكايو ساكا نجم الارسنال، واللي على الرغم من غيابه لسه موجود في المركز الثاني، وكل واحد فيهم معاه 10 اسيست. وبعديهم بقى عندنا 3 لعيبه في نفس المركز عاملين كل واحد فيهم 8 اسيست، وهم انتوني إيلانجا لاعب نوتنجهام فورست، وجاكوب مورفي لاعب نيوكاسل، ومايكل دامسيجارد لاعب برينتفورد. الجوله اللي جايه رقم 25 زي ما قلت لك هيتلعب قبلها يوم الاربعاء اللي جاي ديربي الميرسيسايد ما بين ليفربول وايفرتون في الماتش المؤجل من الدور الاول. ويوم الجمعه اللي جايه بقى هتبتدي الجوله رقم 25 ما بين برايتون وتشيلسي. ويوم السبت هيبقى يوم مليان بالمباريات، 7 مباريات في الدوري الانجليزي. ليستر سيتي هيستقبل الارسنال، ويست هام هيستقبل برينتفورد، ساوثهامبتون هيستقبل بورنموث، استون فيلا هيستقبل إبسويتش تاون، مانشستر سيتي على ملعبه هيستقبل نيوكاسل، فولهام هيستقبل نوتنجهام فورست، كريستال بالاس هيستقبل ايفرتون. ويوم الاحد هتنتهي الجوله رقم 25 بماتشين، ليفربول على ملعبه الانفيلد هيستقبل وولفرهامبتون، وهتنتهي الجوله بقمه ماتشات الجوله لما توتنهام يستقبل مانشستر يونايتد. هنشوف يا عزيزي ايه اللي هيحصل في الجوله رقم 25، وهنشوف لعبه الكراسي الموسيقيه وجدول الترتيب ايه اللي هيحصل فيه بعد ما تنتهي الجوله اللي جايه. ومن هنا ولغايه ما تنتهي الجوله اللي جايه ان شاء الله عايزك تنزل كده تعمل سبسكرايب للقناه. يلا بقى عايزين نوصل القناه كده لعدد سبسكرايب محترم، وعايزين القناه تعلى شويه شويه معانا. انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. عجبتك الحلقه انزل بقى اخبط لايك وشير كتير عشان توصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. استودعكم الله، سلام عليكم.